بسم الله الرحمن الرحيم. شاومي بترجعنا لزمن كاميرات الموبايلات الجميل بجهازها الأقوى في العالم في الوقت الحالي، وهو الشاومي 13 ألترا اللي نقدر نقول عنه كاميرا بموبايل أو كاميرا طلع لها موبايل. تصميم التليفون زي ما حضراتكم شايفين كده مستوحى من الكاميرات البروفيشنال بانحناء في الظهر في النصف العلوي عشان يديك إحساس كده أو إيحاء بإن أنت ماسك كاميرا بروفيشنال مش ماسك موبايل. الجهاز بيجي بنسختين، نسخة من الجلد الفخم والشيك بلونين الأسود والأخضر، وعندنا نسخة من الزجاج أو الظهر زجاجي المحمي بطبقة حماية كورن جوريلا جلاس فيكتس وفريم من الألمنيوم. وزن الجهاز تقيل شويتين كده 227 جرام وسمك كبير 9.1 ملم، وده طبعا بسبب الكاميرا اللي واخدة كده نص الظهر بدايرة كبيرة وعلامة لايكا كده هتلاقيها منورة في نص الكاميرا. الجهاز مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 وده حاجة ممتازة جدا. شاشة الجهاز يعني شاشة هايلة جدا ومفترية جدا في المواصفات، زي ما انتم شايفين شاشة ايدج بانحناء خفيف وحجم كبير 6.73 انش وبنسبة استحواذ هايلة بتصل فوق 90%، وده بسبب طبعا انها شاشة كيرفي فما فيش حواف حوالين الشاشة الا حافة خفيفة قوي من فوق ومن تحت، وثقب للكاميرا الاماميه صغير جدا. الشاشه دي محميه بطبقه حمايه كورن جوريلا جلاس فيكتس، بتيجي من نوع LTPO3 اموليد والوان بتصل الى 1 بليون كولر، ومعدل تحديث متغير من 1 الى 120 هرتز، وبتدعم تقنيه ال HDR 10 بلس وتقنيه الدولبي فيجن، ريزوليوشن 1440 في 3200 وكثافه بكسلات 522 بكسل بير انش. وعشان شاومي دايما بتحب كده تعلي على اي شركه، فعندنا شاشه هنا باعلى سطوع ممكن او اعلى سطوع موجود في العالم في الوقت الحالي 2600 نتس. متخيل 2600 نتس؟ يعني شاشه جباره. بصمه الجهاز تحت الشاشه بصمه سريعه جدا، وعندنا كمان صوت ستيريو سبيكر محترم جدا. بطاريه الجهاز 5000 ملي امبير وبتتشحن بشاحن صاروخي 90 واط. الشاحن بيجي داخل العلبه، والجهاز بيتشحن بشحن لاسلكي بقدره 50 واط. تعالوا بقى نروح لاداء الجهاز اللي موجود فيه اقوى عتاد في الوقت الحالي في العالم. الجهاز بمعالج هو الاقوى في العالم في الوقت الحالي، هو السناب دراجون ال8 الجيل الثاني 4 نانومتر وتردد 3.2 جيجا هرتز، ومعالج رسومي ادرينو 740 لاداء متوحش في الالعاب، مع تقنيه اللو ليكويد كول لتبريد مائي مطور من شاومي بغرف بخاريه كبيره كده عشان ترفع من كفاءه الجهاز وتخليه دايما في درجه حراره معتدله. الجهاز بيجي باندرويد 13 وواجهه شاومي الميو ار 14. الجهاز بيجي باختيارين 12 او 16 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5X مع مساحه 256 او 512 جيجا. طب يلا نروح بقى لعريس الليله وهو الكاميرات. نقدر نقول كده ان شاومي نطت نطه كبيره في مجال كاميرات الموبايلات وصعبت المنافسه على اي شركه. منظومه الكاميرات الخلفيه 4 كاميرات خمسينيه كلهم 50 ميجا بكسل. الكاميرا الأساسية بتيجي بمستشعر هو الأقوى من سوني IMX 989 بحجم 1 إنش مع مثبت بصري OIS وفتحة عدسة متغيرة من 1.9 للعزل وصور البورتريه إلى 4.0 لحدة كده وتفاصيل أكتر. المستشعر ده بيعمل عن طريق دمج بكسلات بحجم 1.4 مايكرومتر في 1 للحصول على صور بحجم 12.5 ميجا بكسل بدقة أعلى بفضل حجم البكسلات البالغ 3.2 مايكرو. باقي الكاميرات بسنسور من نوع IMX 858. الكاميرا الأولى كاميرا ألترا وايد مع فتحة عدسة 1.8 مع القدرة على التركيز المايكرو عن بعد 5 سنتيمتر. الكاميرا الثانية تيليفوتو مع مثبت بصري لزوم بيصل إلى 3.2 إكس أوبتيكال زوم. الكاميرا الثالثة أو الرابعة بقى في منظومة الكاميرات هي كاميرا بيرسكوب بفتحة عدسة 3.0 تدعم التثبيت البصري OIS وزوم حتى 5 إكس أوبتيكال زوم. كمان عندنا مستشعر TOF3D للتعرف على الأجسام وعزلها عن الخلفية، يعني بتعمل بوكة كده بأعلى جودة ممكنة. عندنا كاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل. مش بس كده بقى، الكاميرا هنا بتدعم او الجهاز ومنظومه الكاميرات هنا بتدعم انماط متعدده كده للتصوير. عندنا نمط اسمه لايكا براندد لوضعين لتصحيح الالوان. كمان عندنا نمط اسمه الترا رو للحصول على ملفات 14 بت DNG باطارات متعدده وحده حلوه قوي، والنويز اقل مع توازن للالوان في الاضاءه المرتفعه. وللناس اللي بيحبوا يصوروا حاجه بتتحرك
بسرعه، مثلا بتصور ابنك وهو بيلعب كوره او بيلعب او بيعمل اي حاجه يعني. عندنا نمط اسمه فاست شوت عشان صور دقيقه بتركيز سريع عن طريق تحديد مسبق وقت التركيز البؤري، وده بينتج صور في اجزاء من الثانيه بتصل الى 8 من 10 من الثانيه. يعني حاجه هايله جدا، لو اي حاجه بتتحرك بسرعه تقدر تصورها كده وتطلع صور بدقه عاليه قوي. الجهاز سعره بيبدا من $870 لخيار 12 جيجا بايت رام ومساحه 256 جيجا، وعندنا النسخه الثانيه $940 ودي للنسخه 16 جيجا رام و512 جيجا بايت. يا ريت تقول لي رايك في التحفه الشاوميه المفتريه دي في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.